النهاردة الصبح في خبر حزين جدا صدم كل الناس. الفنان الكوميدي الكبير سليمان عيد توفي عن عمر 64 سنة بعد ما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة. أزمة قلبية خدت منه في لحظة وسابتنا بدون ضحكته وأسلوبه اللي كان دايما بيخلينا نضحك من قلبنا. الراحل سليمان عيد كان واحد من أكتر الفنانين اللي دخلوا قلوب الناس من غير ما يحسوا. يعني تفتكروا أدواره الكوميديا اللي كانت دايما خفيفة حلوة وحاجة كده مفيش زيها. في كل فيلم أو مسلسل كان بيمثل فيه كان بيضفي عليه طابع خاص ويخلي المشاهدين يتعلقوا بيه من أول ثانية. ورغم كل النجاحات اللي حققها كان دايما بعيد عن الأضواء، يفضل يعيش حياته ببساطة ويخلي شغله يتكلم عنه. يعني آخر ظهور ليه كان من يومين في عزاء المنتج صلاح حسن، وكان شكله تمام جدا كأن مفيش حاجة. الخبر كان صدمة كبيرة على الناس، حتى الفنانين والجمهور كلهم عبروا عن حزنهم على مواقع السوشيال ميديا. ذكروا كلهم كان إنسان طيب ومتواضع، مش بس كوميدي لكن كان ليه معزة خاصة عند كل واحد. ابن عبده سليمان عيد نشر الخبر عبر فيسبوك وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا بذمة الله وكلنا حسينا بالحزن في قلوبنا. الجنازة هتكون بعد صلاة الجمعة النهاردة في المسجد الكبير في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وكتير من الفنانين والمحبين هيحضروا علشان يودعوه الوداع الأخير. سليمان عيد كان دايما بيخلينا نضحك من قلبنا وترك لنا ذكريات جميلة هتفضل موجودة في قلوبنا. ربنا يرحمه ويغفر له، ونشكر الله إنه خلانا نعيش معاه لحظات من الضحك. وانتوا ايه اكتر دور او مشهد ليه حبيتوه؟ قولولنا في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.